تقرفها من اير باج بقى، ما اقرا اير باج ليه هاي جالاكسي جيلي. هاي جيلي. What can I do for you? What can I do for you? هاي جالاكسي وهاي جيلي الاتنين شغالين. في كل بوست في كل كومنت سؤال عليها كل يوم. اهي جبتها لكم اهي، الجيلي الجالاكسي الاي اكس 5 اي ام اي. اخيرا فلوج معاها نبيل حبيبي يا صاحبي، عامل ايه يا قلبي؟ نبيل بيصورني يا جماعه. نبيل عنده القناه بتاعته كارز باي نبيل، حبيبي يا صاحبي. وهو ادمن جروب الملاك بتاع العربيه. وعايز احكي لكم قصه، تعالى كده قدام العربيه نتفرج عليها واحنا بنقول لهم. عايز احكي لكم قصه لطيفه جدا. نبيل كان تواصل معايا قبل ما يجيب العربيه، وكان مظبوط. بيفكر يجيب عربيتي، وبعدين قلنا له لا استنى العربيه دي. فتخيلوا لما اقول على عربيه استناها على عربيتي. صحيح. فان شاء الله كنت مكلم صابر، بكلمه على الانستا، الحقني انا عايز اجيب عربيه اللي هي الهافال اتش 6. طبعا عمل لها مراجعه اتوهمت بيها، فقال لي لا اصبر، جيلي جالاكسي نازله احجزها. انا لو مكانك هجيبها بالظبط. مقابل السعر فعلا. فلا اتمنى تكون مبسوط معاه لحد دلوقتي. مبسوط طبعا، مبسوط طبعا. الحمد لله. عليك كفايه ترشيحه يا باشا ربنا يخليك. ناخد لفه مع نبيل. يلا بينا. عايزك بقى ايه تحكي لي اول حاجه. انت كنت انا عارف ان اتش 6 طبعا احنا قلنا، بس كنت بفكر على ايه تاني معاه؟ انا كنت بفكر في البايك البي جي 30. حلو. فلقيت الموضوع انا ما لحقتوش، كانت نازله في عرض ساعتها في رمضان. ايوه للاسف ما لحقتهاش. حلو. فانا كانت معايا اصلا الكوري، نايس. كنت مالك ليها، فبعتها. نمت صحيت الدنيا اتقلبت حرب، ايه اللي حصل ما تفهمش، صاروخ جه كده. فالحمد لله يعني جت معايا في الجالاكسي بقى. عندك مكان للشحن صح؟ عندي بس دي اهم حاجه. ممكن يعني ننط ونقفز على طول. بتعمل معاك رينج قد ايه تقريبا كهرباء؟ هو الكهرباء يعني فعلي مش ورق، ممكن تخش في سكه 90 كيلو. 90 كيلو ممتاز، مش محتاج اكتر من كده. يعني محدش بيمشي في اليوم اكتر من 90 كيلو. لا احنا كنا لاقيين يعني. حلو بالظبط. امتى يا باشا اتفرج على طبعا يا جماعه. يعني اي حد فيكم فاكر طبعا من حفل الاطلاق، دي العربيه الوحيده اللي فيها نظام كهرباء، اللي فيها جنط سبير. لو مذاكرين هتبقوا عارفين ليه، عشان 11 in 1 الانفرتر موجود قدام لو انتوا مذاكرين يعني. ودي ميزه على فكره طبعا الابن ده، يعني ميزه كبيره قوي وحاجه مهمه جدا. ما فيش يعني في عربيات كهرباء تانية بتبيع في السوق، بس ان هي اللي فيها ستيب. ما انت العربيه الهايبرد الوحيده. اركب تعالى يا باشا، يلا لف يلا بينا. طبعا هي نفس مساحات تقريبا الستار ري. فانت بصوا يا جماعه المساحات عامله ازاي. والكرسي ده بالمناسبه يعني مش مقدم، فبصوا المساحات هنا عامله ازاي. عندك طبعا مخرجين للشحن من هنا مع التكييف مع السقف البانوراما الكبير جدا. احنا قافلينه عشان الجو حر النهارده. انت بعتك كمساحات جوه؟ لا صالون صح؟ يعني انا مش هبالغ، بس هي فعلا واسعه، يعني قطعتها كبيره ما شاء الله. انا وصابر اصلا داخلين في طول 180. مع 180. بصوا المساحات يا جماعه. مفيش يعني. والشنطه طيب؟ الشنطه كبيره يعني 500 هي 528 بالمية بتاعت الستيب. بالمية بتاعت الستيب. فانت شيل ال 100 فانت كده 428 صح؟ 428. فالمساحات ستاري. بص عليها بالظبط كده. بالظبط. بص عليها من قدام. عاجبني شكل الجنط ده قوي. بالمناسبه الحته دي بالنسبه لي بورشه جدا، يعني مش قادر اشوفها غير بورشه الصراحه. من قدام بقى التو سبوك بتاع الجيلي، مع طبعا بقى خلاص الديزاين ده تقريبا بقى كل العربيات الصيني حاليا بقت نفس الشكل ده من قدام. وفي مكان انك تعمل منه الميديا. دي بالنسبه لي مفاجاه الصراحه، ما عادتش موجوده في العربيات الصيني دي خالص يعني. حقيقه فعلا. الاندرويد اوتو انا شايفك مركب لها اندرويد اندرويد بوكس. هو المفروض ان هو وايرلس صح؟ لا معمول بالكيبل. يعني انا قصدي المفروض ان هي فيها وايرلس فيها بس ما بيشتغلش طبعا على سامسونج. لا فيها فيها الاندرويد اوتو، الابل كار بلاي وايرلس، بس طبعا مش هيشتغل على سامسونج زي حالتنا. مش سامسونج الطبيعي ما بيشتغل. احنا الاثنين سامسونج فما بيشتغلش. بتوع الايفون هم اللي بيشتغلوا معاهم الحاجات دي. كام سماعه بقى؟ 16 سماعه من فلاي مي صح؟ ايه رايك في الصوت؟ نظام الصوت ده؟ لا انا عن نفسي انا بوطي الصوت يا جماعه. انا حرفيا والله من كتر ما انا قاعد في دي جي جوه، انا دي جي ريميكس جالاكسي. فالموضوع مبهر. بص يا جماعه المرايه تعتيم الكتروني. عندك هنا التحكمات بتاعه التكييف، عندك هنا التحكمات بتاعه المرايه، ودي حاجات كلها احسن من الستار ري اللي ما فيهاش التحكمات دي كلها للاسف. كلها بتبقى موجوده من الشاشه الطويله. وبعدين كفايه ازرار التكييف برضو، يعني عامل لك يعني رغم ان التحكم 90% من الشاشه، بس برضو في ازرار تكييف بالظبط. يعني الناس عندها عقده اصلا من الموضوع ده يعني. لا انا الستار ري لما كنا بنجربها موتتني. وفيها اوامر صوتيه صح؟ واعتقد لو قلت هلو جالاكسي، هاي جالاكسي، جيلي، هاي جيلي، What can I do for you? What can I do for you?
هاي جالاكسي هواي جي اللي شغال. تعالوا نطلع ناخدها لفه مع بعضينا ونتكلم واحنا سايقين. يلا بينا. اول انطباع انا عاجبني جدا الهيد اب ديسبلاي. جميل. الهيد اب ديسبلاي بتاعها ما شاء الله واضح. انت بتقعد عالي قوي شكلك. لا نزل يا باشا. لا انا نزلت شويه. انا نزلت انا قعدت نزلت. بس هو انا يعني انا ما يتاخدش بيا. انا بقعد فاهم. انا بقعد في السقف يعني تحت خالص بتخفف يا باشا فيها 3 ميموري. أيوة. تعمل بص هعمل ميموري باسمك كده. حبيبي. الهيد اب ديسبلاي الصراحه واضح ما شاء الله. عجبني جدا. عجبني برضو حاجه انت فاجئتني بيها هنا عشان لسه بس برايتنس ان الاندرويد اوتو لو انا مشغله دلوقتي اهو اهو مش بس كده. لا هو فصل اهو بس انا اقدر ارجع هوم في اي وقت من جوه الاندرويد اوتو. فده اوبشن لطيف قوي مش موجود كتير. طبعا احنا بنتكلم في نظام الاي ام اي موتورين. موتور الكهرباء مع موتور البنزين تنفس طبيعي. فتحطوا اكيد 92 صح؟ مظبوط. فممتازه جدا. ما الناس بتتخانق معايا في موضوع 92 ده. لا هتحط 95 ليه في تنفس طبيعي يعني مش محتاج 95 في حاجه. طب الاداء بقى معاك؟ لا البرفورمانس ما شاء الله حاجه فوق الخيال بصراحه. نلف دلوقتي وناخدها على الطلعه نجربها يعني. هي فيها طبعا انماط صح؟ فيها انماط سبور لا هي معموله بس مود واحد. اللي هو الهايبريد او الباور او بيور. بالنسبه كانت بترجعني للحاره دلوقتي. اداس ليفل 2 فيها كل خلي بالك من النقطه دي عشان فجاه ممكن ايه تظبط الحاره بتاعتك. ما بتقفلش. لما قفلتها بترجع تاني. صح؟ زي الستار ري. زي اختها الستار ري. كنت دي من الحاجات اللي حطيتها في حاجات تضايقك في الستار ري انك كل ما تقفل الحاجات دي ترجع تاني. النقط العاميه بتاعتها شيك قوي يعني. الشكل ده انا اول مره اشوفه. لا شرطه بس كده فاهم تحسها بتاع. جميل. تعال ناخد حته كيك داون كده. يلا بينا. طبعا الفتيس دي اتش تي نقله واحده. فانت بتسمع طبعا صوت الموتور مش ما فيهوش روح. فانت بتسمع الصوت بس صوته مش عالي قوي. بالاضافه كمان لان كلام البطاريه عشان صفر تحت ال 20% لازم تسمع صوت الموتور. اوكي. ايه ده البطاريه صفر اصلا؟ ايه ده انا لسه واخد بالي. يعني احنا دلوقتي ماشيين على بنزين بس. بنزين بس. ايوه يعني حاليا اصلا العربيه ده بتعمل كمان فايبريشن في عجلتك كده لما اجي اعدي الحاره. انت اصلا بتشحنها كم مره مثلا ولا انت ماشيها ازاي؟ انا نادرا لما بروح محطه الشحن بصراحه. يعني انا معظم الوقت بتتشحن من البنزين. ماشيها بنزين. بس عشان طبعا ما حدش يقلدني عشان تحافظ على بطاريتك لازم في الاسبوع اقل حاجه من 0%. دي حقيقه. عشان تحافظ على البطاريه. طب انت بتعمل بقى معاك استهلاك بنزين كام طالما انت كده يعني من غير البطاريه ممكن اخش في سكه 7 لكل 7 كيلو. اوكي. ده انت كده وانت بتشحنهاش خالص. لكن لو هتشحنها هتنزل ل 4 بقى. وصلت معايا ل 4.4. 4 صح؟ 4.4. ايوه انا انت لسه مفاجئني دلوقتي بموضوع ان البطاريه صفر دي. انا كنتش واخد بالي. طب الشاحن اللي انت ركبته في البيت ده لسه ما شغلتوش مكان الشحن؟ لا لسه. لما تشغلها هيبقى هيفرق معاك جدا. هيظبط معايا الاداء. انت ممكن اصلا 90 انت بتتكلم في حوالي 90 كيلو يعني كهرباء بس تمشي بيهم يوميا وما تحتاجش انك تشغل البنزين. مشاوير المدينه يعني عمليه فعلا جوه المدينه. يعني انت مش محتاج اكتر من كده. بالظبط. تعرف تشحنها وهي واقفه صح؟ فيها سيستم ان هي تشحن وهي واقفه. واحنا بص ماشيين دلوقتي عشان ممكن نشحنها. بنيجي هنا تمام. بعد كده درايفنج. بعد كده هولد اند ستيبل تشارج. بعد كده نعلم على دي. نديها بس كده الفورس علشان تقدر حتى تساعد كده كده وانت سايق طبعا هي هنا اصلا فيها انظمه طبعا بيور الكتريك مقفوله لان البطاريه صفر. والهايبرد الباور ده بقى اللي هو ايه؟ والله الباور برضو بياخد من البنزين والبطاريه برضو عشان يديك اقصى حاجه بقى في الموتور. ده اقصى حاجه. ده يعتبر السبورت يعني. صح بالظبط. والهايبرد هي بقى بتكرر مع نفسها. بس بيني وبينك انت عارف عشان الصين نفس المسمى فنفس الاداء نفس كل حاجه. بس هو مش حاسس بفرق. عايز احسسك بس بكميه دلع بس. ايوه الستيرنج اسيست دي الحساسيه بتاعت عجله القياده. ودي والبريك بدل ما جربتهاش السبورت عامه بتبقى اريح يعني من خبرتي مع جيلي يعني. طب هو انا عامه ان انا ماشي على موتور البنزين بس ومش سامع صوت يعني الصوت معقول. فدي بحد ذاتها بالظبط عزلها حلو جدا يعني. عكس عربيات تانية الواحد جربها ماشيه بنفس السيستم اغلى منها العزل في ذمه الله بالظبط. وطبعا دي احدى مزايا الاي ام اي اصلا انك تقدر تمشي على بنزين بس. يعني انت لو في عربيه تانية مش اي ام اي مش هتعرف خلاص البطاريه صفرت منك العربيه هتركن على جنب. تخيل لو انت في الصحراوي هتعمل مش تركب بس عربيه هتخش معاك على الاقل في اللي هو الليب مود. مش هتمشي بقوتها. لكن انت هنا العربيه عادي ماشيه بتتصارع معانا ما بتقولش حاجه. طبعا ما تعملوش كده يا جماعه. اشحنوا محدش يقلدنا يا جماعه عشان اشحنوا. هو الراجل قلبه جامد شويه بس انتوا اشحنوا البطاريه.
انا الريجن نخليه بس على هاي عشان هي ما فيهاش وان بادل درايف. لا انا مستنيها. بص هتنزل لحد مثلا ايه لو الطريق فاضي، فما يعني احنا الصبح خالص يوم جمعه، فما تقلقوش اللي انا بعمله ده. هتقف عند بص هتقعد تزحف يعني. هي نزلت لحد 12 وبعدين خلاص بقى كده شكرا كده. فهي الهاي فيها كويس، بس اعتقد ما فيهاش وان بادل، ان هي ما بتقفش على طول يعني. انت ليه مش مشغل الليجن؟ شغل يا باشا. انا هو للأسف شغلت. كل مره الواحد بينسى بقى للاسف، كل مره هي بترجع ما لازم تثبتش. لازم ترجع تاني تعمل الهاي والكلام ده. اوكي يعني انا هاجي قفلناها دلوقتي ورجعنا آه. تاني هنلاقيها رجعت على اوتوماتيك. لو عملت كده الباور اوف وقفت خلاص شكرا كده. دي رخمه شويه دي. اه هي كده الاداس والسيستمز بتاعت الكهرباء صح؟ هم اللي لازم ترجعهم كل مره. عندك بتختار بقى انت عايز ايه في الانتليجنت ولا عايز الادابتيف كروز كنترول. انتليجنت ده اللي هو الليفل 2 اللي هو بيتحكم معاك في الطاره والدركسيون والبنزين والفرامل. لكن الادابتيف طبعا انت عارف البنزين بيمشي على حسب والفرامل العربيه بس. اللي قدامه بس وخلاص كده. بالظبط. لكن ده ممكن يلففك مع الحاره، اعتقد اكيد بتسنتر نفسها في الحاره. بتسنتر نفسها، وفي نفس الوقت لو انت سايب ايدك من على الطاره وبتقف بعد دقيقه في نفس الحاره خلاص يعني حتى ما بتركنش على جنب والكلام ده، لا هي بس كده الهازارد بتاعك خلاص شكرا باشا خلاص شكرا للتحيه يعني ان الله وان الله راجعون. بيبقى في تقاله كده في الصين بتتحط هنا بس محدش يجيبها برضه. نص كيلو تبقى نص كيلو كده. ايوه تحط هنا كده فاهم. محدش يعملها برضه يا جماعه. محدش يعملها برضه بس هي احنا جايين نفسدكم. احنا جايين ننصح ان محدش يعمل كده بس. محدش يعمل كده. بص يعني انا مبسوط الحمد لله ان هي مفرحاك كده بجد. العربيه ما فيهاش غلطه. لا انا يعني انا كنبيل مش شايف يا جماعه في ورا سماعه في الهيد ريست كمان برايفت. سماعه برايفت ممكن تاخد فيها مكالمه كمان لوحدك. لا بجد العربيه ما شاء الله عليها مبهره. عفشتها حلوه قوي، ناعمه على الطريق، ناعمه جدا على الطريق. قعدتها كمان مريحه. الخامات ما شاء الله في حته تانية. اللي ورا زي اللي قدام بالظبط. دي مش في اي فئه سعريه برضو، الاغلى منها مفيش الكلام ده بالظبط. يعني بجد العربيه دي مقارنه انت بتتكلم في اكتر فئه فيها عربيات في السوق. مفيش عربيه تانية بتعرف تعمل لك العربيه دي بتعمله. عارف ان هي التخوف الوحيد اللي ممكن يبقى عند الناس بس موضوع بقى الهايبرد والصيانات وما الى ذلك، بس غير كده بجد لو حد عرف يتخطى الخوف ده دي افضل عربيه عائليه في 1.5 مليون حاليا في رايي بلا منازع. يعني كفايه ان انا فاهم انا شخصيا بفضلها على عربيتي. وعايز اقول نقطه مهمه، محدش يقلق من التكنولوجيا. ده المستقبل يا جماعه، محدش يقلق. هي عامله كانك جبت تليفون جديد، هتقعد يومين وخلاص كده تتعود على النظام بتاعك. الناس في مصر انا عن نفسي انت يعني عارف رايي، انا ما بقلقش من الحاجات دي. بس طبعا مش هتعرف تخلي كل الناس تقتنع بسهوله بحاجه زي كده، وخصوصا بقى ان هم هيبقوا حاسين ان احنا لازم نقعد نعملها في التوكيل وبتاع. بالمناسبه العربيه فيها 540 بتعرف كمان تخفي الشاسيه، مش بس 360 يعني. ما بتركنش لوحدها صح؟ انا كده لا بس بتعتمد على الحساسات. انا كده فاهم. تدخل بشري ده. طماع انا. حقيقي يا نبيل انا اتبسطت جدا والله باللفه اللي احنا خدناها مع بعض دي، وبجد يعني ربنا يبارك لك فيها. مبسوط ان انا شفتك النهارده صابر بجد. انا مبسوط والله جدا. مش هيبقى اخر مره. لا اكيد مع بينا بقى حاجات كتير. خلاص بقى احنا مع بعض. ملاحظه بس اخيرا انا كنت عامل الدريكسيون بالمقلوب وما كنتش واخد بالي. التو سبوك ده بيلخبط فعلا. ما ده العيب اللي فيها خصوصا يعني. ان جيلي شبه بعض، نفس اللوجو زي اللي تحت. يعني حتى مش مميزه يعني اي علامه. لا انا وانا نازل خدت بالي قلت هو ليه قصرت من فوق كده، بعدين اكتشفت ان فهي صح. تقرفها من اير باج بقى، ما اقرا اير باج ليه مقلوب. ايوه يا نبيل الله يبارك.